وزينك يا تسميت يا وزين الشبابية يا وفاشه والعية هاو رديتو كيف كان الهبال رديتو غادي رديتو مهرجان تيميزا الفضة هذه السنة الدورة 12 يعتبر من أهم المحطات الفنية على الصعيد الجهوي والوطني. هذه السنة اللي عرفت واحد البرمجة متنوعة، يعني كتشمل جميع أذواق الجمهور المغربي. بالنسبة لليوم الأول اللي غتكون واحد مجموعة محلية شبابية هي كول بونت، يعني من مدينة تيزنيت، وايضا المايسترو الكبير مجموعه إمغران العربي إمغران. ايضا في الفن الشعبي غيكون معنا عبد الله الداودي، وفي فن الاغنيه الشبابيه ونعيم السليماني. بالنسبه لليوم الثاني ايضا مجموعه محليه اللي هي سيلفر قصبه، وايضا الفنانه الصحراويه فنانه كبيره سعيده شرف، وايضا هناك فنان كبير المعروف على الصعيد الدولي والمقيم بديال فرنسا في صنف القناوه عزيز السحماوي، وفي الاخير المايسترو والفنان الكبير عبد الله وداد. بالنسبه لليوم الثالث اللي غتكون ايضا واحد فرقه فن الرويس وهو الحاج احمد أمست، وايضا حسن إدبا سعيد المقيم بديار الفرنسا وهو ابن مدينه تيزنيت. وفي فن الاغنيه الشعبيه اكرام العبديه، وفي فن الراب الفنان الكبير البنجي. هذه الدوره يعني عرفت يعني واحد الكوكتيل اللي هو متنوع اللي غيلبي جميع الاذواق على الصعيد الوطني والدولي. كنتمناو ان شاء الله باش دوز هاد السهرات في احسن الظروف. بالنسبه للهدف الاكبر ديال الجمعيه هو يعني نعرفوا مدينه يعني سياحيا وثقافيا، ويعني واحد تعرف ايضا واحد اقتصاديا، باش يعني كل شيء الناس يعرفوا واحد الاقبال الجماهيري سواء الفنادق والمطاعم. وهذا هو الهدف الاكبر ديال المهرجان، ومن بين اهدافه وقيمه هو تنشيط المدينه اقتصاديا سياحيا وثقافيا.